السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أطعم شوية قلقاس هتشوفيهم على السوشيال ميديا كلها، لأنه معمول بطريقة يعني ليا أكتر من 10 سنين مجرباها، من تحفة وتجنن، والكل يعني بيطلب الطريقة بتاعتها. شايفين عامل ازاي؟ هقولك ازاي تفرزيه بطريقة صح، وهقولك ازاي تحصلي على القوام ده. اول حاجة انا يعني لو هتفرزي كمية 4 كيلو من القلقاس، فهتشتري 5 ربط من السلق اللي قدامكم الورق العريض ده، و4 ربط من الكزبرة. هو النوعين دول فقط، ممنوع تستخدمي اي خضار تاني غيرهم في القلقاس عشان ما يتغيرش لا لونه ولا طعمه. الاول كنا بنمسك الخضار ننقيه زي الملوخية ونقرطفه، لا انا دلوقتي سهلت عليكي كل الكلام ده. فان شاء الله لو عندك 10 كيلو هتقدري ان شاء الله تعمليهم في ربع ساعة. هتقطعي العروق بتاعته، بس هنشيل العروق لان العروق دي لو استخدمناها يعني مش هتخليه كريمي معانا، وهتسقطه زي الملوخية بالظبط. هقطعه بقى تقطيع على اي بلانشة او اي قطاع عندك، قطعي كمية الخضار كلها طبعا بعد ما اتغسلت كويس وطلعتي منها اي يعني حشيشة او حاجة غير مرغوب فيها. وكمان مش هخرطه، لا ده انا سهلت عليكم الموضوع وهنعمله في الخلاط. ربع كيلو ربع كوباية مية بس، وهبتدي احط فيها الكمية. انا على اللي انا ضربته في ربع كوبايه الميه الاولاني هضيف عليه باقي الخضار، يبقى انا اول عن اخر يا جماعه استخدمت ربع كوبايه ميه فقط لا غير، فقط لا غير، باكد تاني اهو. شايفين الخضار يتضرب بيبقى ناعم وجميل. اثناء بقى وانا لسه بضرب فيه، اروح بقى محضره حله غويطه او طاسه، وهضيف فيها شويه يعني ربع كوبايه زيت كده ومعلقتين سمن كبار. خليكي كريمه شويه في الماده الدهنيه لان احنا كمان هنفرزه. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من التوم. سيب الكلام ده كله على نار هاديه، تومتك تحمر فاتح ما تغمقش عن كده. هروح بقى نازله عليها بشويه من الخضار اللي انا بعمله. تركة التوم مع الخضار يا جماعة لما بيتشوح مع الخضار بيدي تيست تاني خالص لطعم، وهو ده اللي بيفرقه عن اي قلقاس تقتيه تاني خالص. انا بقى هكمل يعني كمالة اضافة الخضار، لاني ما ينفعش يا جماعة اعمل الخضار واركنه على جنب، هيسود هيتأكسد ويسود، انما ينزل دايركت او مباشرة على التومة بتاعتي. سيبيه بقى بعد ما هنضيف له يعني هما نوعين من التوابل. معلقة كزبرة كبيرة، ويفضل تكون انتي محمصاها في البيت بتدي تست اقوى، ومعلقة من الملح، بس راعي ان الملح يكون قليل علشان خاطر طبعا اكيد انت هتعمليه على شوربة فتكون يحدق منك او حاجة. وانا طبعا عشان خاطر الملح هنا حطاه كمادة حفظ للقلقاس بتاعي لما افرزه يعني. تمام كده، سيبيه بقى يتسبك يتسبك زي الطماطم بالظبط. شايفين الخضار اتسبك والدهون بتاعته طفت على الوش كده، يعني انا معايا تسبيكة محترمة للخضار. هشيل انا بقى جزء هيكفيني ل2 كيلو قلقاس تاني، يعني كمية الخضار اللي انا سبكتها قدامكم دي تكفي 4 كيلو خضار. ادي هشيل منهم 2 اهو، وحطيها في الكيس وبططي خرجي منه الهواء وشيليه في الفريزر يعني عندك. واول ما تيجي تسويه تطلعيه وهو متجمد تسقطيه في الشوربه على طول. طيب تعالوا بقى نشوف هنحضر القلقاس ازاي، وانا اختصرت فيه كتير في الحقيقه. القلقاس قدامكم اهو. طبعا هضيف عليه معلقتين كبار من النشا. ليه؟ عشان خاطر اغسله بيه. القلقاس بالنسبه لي زي الفراخ، فانتي لو يا ست الكل تقدري ما تغسليش الفراخ ما تغسليش القلقاس. انا عندي ده مبدأ واحد في القلقاس، القلقاس بيتغسل يا جماعه، ده قول فاصل. امسكي بقى يعني خديه كده فم كويس كده بالنشا ده، واكون انا بقى مسخنه ميه يعني سخنه، وانزل عليها بيه. خلاص الميه السخنه دي والدتي هي اللي قايله لي عليها، ربنا يديها الصحه. بتخليه بقى ايه ينشل كل المواد اللزجه اللي فيه دي. طيب تعالوا بقى انا خلاص بعد ما غسلته
غسله محترمه، وهو قدامكم هوريهولكم اهو. اكون معايا بقى شوربه، اي نوع شوربه في الوجود هيمشي عليه، حتى لو عايزه تعمليه بميه مش مشكله، بحط لها شويه مرقه دجاج يعني وتوابل، وان شاء الله يطلع معاكي زي الفل. شايفين القلقاسيه بعد ما اتغسلت؟ انا بعتذر النور راح للاسف، وانا اضطريت ان انا اكمل الوصفة. شايفين القلقاس يعني مفيش اي حاجة فيه، يعني في مادة اللزوجة خلاص انتهت بعد ما اتغسل كذا مرة. هننزل بيه بقى في الشوربة بتاعتي اللي بتغلي شوية بشوية، علشان انا لو نزلت مرة واحدة الشوربة بتاعتي درجة حرارتها هتقل، فالمسام بتاعت القلقاس هتتفتح، هيخرج باقي المادة اللزجة. تمام يا جماعة؟ إيه، طب انت بقى عايزة تفرزيه؟ بعد ما اتغسل وعملنا فيه كل الخطوات دي، هتعصري عصرة ليمون على الكمية اللي انت عايزة تفرزيها، وهتحطيها في اكياس وتفرغيها من الهواء وهتشيليها. اول ما تيجي تسويه، تطلعي الكيس من الفريزر مباشرة على حلة تكون فيها شوربة بتغلي. ممنوع انك تحطيه يفك من التجميد بتاعه، كذلك برضو الخضار. تمام؟ وكملي بقى باقي الخطوات بتاعتك. انا اهو خلاص مكملة معاكم. ولو تلاحظوا يعني هتلاقوا كان شوية الخضار اللي كانوا في الشفشق من الاول، اللي هو البواقي يا جماعة، كده زي بواقي ضرب الطماطم، هنزل بيهم برضو يدوني ريحة الخضار الطازة، يعني غير المتحمر برضو. تمام اهو. وهبتدي بقى اول ما يخش في الغليان معايا وانه يستوي، هروح بقى ضايفة الخضار اللي احنا عملناه مع بعضينا. الخضار هنا يعني يدوبك اول ما تحسي كده ان الشوربة بتاعتك خلاص كلها لونت باللون الاخضر، عشان خاطر لو انتي مبتدئة ومش عارفة ايه الكمية اللي ممكن يستخدمها. وزي ما قلتلك انا عاملة 2 كيلو من القلقاس، بس السلق اللي انا مفرزاه ليكفي 4 كيلو. تمام؟ انا بس بحوش كده ورقة اللورة كانت في الشوربة يعني بتاعتي، وخلاص هنزل بقى بالخضار اهو. للأسف الإضاءة طبعا عليها عامل كبير في التصوير، بس انتوا عارفين يعني النور بيغيب بالساعتين يعني. قلبي بقى الخضار بتاعك وسبيه بقى، ما تلعبيش تاني في بالمعلقة يعني، وتقلبي كتير علشان خاطر ما يتهريش منك القلقاسة نفسها. بس انا بس ايه، بوزع الخضار كله علشان يشرب من بعضي، وهم يا دوبك 3 دقايق 5 دقايق يشرب من الخضار وخلاص تطفي عليه. ممنوع منعا باتا يا جماعة انك تغطي الخضار بتاع حلة القلقاس يعني وانتي بتعمليها. ليه؟ هيسود منك، يسود وتلاقي الخضار فصل، الشوربة لوحدها وطبقة الخضار لوحدها. طبعا احنا مش عايزين ده. وياريت لو استفدتوا من الفيديو يا جماعة يعني لايك كده بعد اذنك، واشتراك في القناة لو حابة يعني يوصلك مني كل جديد. انا هنا بقدم وصفات اقتصادية ووصفات امهاتنا بالطريقة بتاع زمان، ومفيش بعد أكلات زمان. شايفين دايب ومرمل، والشوربة بتاعته تحفة وخفيفة وتجنن. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.